السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو احب ارحب بالناس الجديدة اللي اشتركت في القناة عندي. اهلا بيكم، منورين القناة، يا رب تستفيدوا من المعلومة وما تزهقوش من الحكاية. انا شيماء طاهر فوزي الغزولي، عندي 43 سنة. انا اصلا كيميائية، خريجة علوم كيمياء بيولوجي جامعة القاهرة. حبيت اشارككم المعلومات اللي انا اعرفها، وطبعا بدعم نفسي وبفكر نفسي بالمعلومات. وكنت قلت المصادر بتاعتي قبل كده في فيديوهات سبقت قبل كده، وكمان بشارككم الخبرة بتاعتي اللي انا اكتسبتها من الدواء، لان انا كل شغلي بقالي 20 سنة بشتغل في الادوية، فبشارككم خبراتي في الدواء وبشارككم معلوماتي اللي انا اعرفها، وبشارككم كمان حكايتي على مدار 43 سنة، بس باختصار كده بسرعة عشان ما تزهقوش مني. وحابة ان انتوا يعني تدعموني باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب طبعا. هكون مبسوطة قوي لما نكبر ونكتر. وبالنسبة للحكاية طبعا علشان الناس تزداد خبرة وتفهم الحياة، الازواج والابناء والزوجات والاباء، لان الحكايه دي ملخبطه شويتين ثلاثه، فيها لخبطه كتير، وفي ناس كتيره غلطت في الحكايه بتاعتي، فعلشان ما تغلطوش غلطتي وغلطه غيري تسمعوا الحكايه وتستفادوا منها، ويا رب ما تزهقوش مني. انا اصلا مش بمط في الحكايه، انا بحكيها بسرعه علشان خاطر نوصل انا وصلت لبابا ازاي. وهنبدأ على طول علشان ما اطولش عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. احنا كنا قلنا الحياة ما بعد الانفصال في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا، وكنت قلت ان انا كان الدنيا واخداني وفرحانة ومبسوطة ان انا انفصلت وخدت حقي، وبرده كنت لسه اللي انا هقوله لكم ده برده الدنيا كانت لسه واخداني، ولكن بعد وقت من الانفصال بدأت ان انا وابو ولادي نتكلم وبقينا اصحاب، وطبعا ده باجبار منه، هو اللي صمم وهو اللي سعى لده جدا. حاولت ابعد عنه بس ما امكنش، وكانت الحياة ما بيننا تعتبر مستقرة. انا اصلا ما كانش فيه في دماغي ان انا اتزوج من حد تاني، انا كنت كل اللي عايزاه ان انا اخد حقي، او زي ما قلت قبل كده ان انا كنت بفتكر ان هو هيرجع لي عادة معتذرا يعني. مش عايزه اقول الابراج يعني، بس بس هو يعني هو برج العقرب يعني، الحمد لله. بس المهم يعني عشان الناس اللي ما بتؤمنش بالابراج وتقول الابراج حرام، مش هنتكلم في الابراج ولا نسعى ولا نتطرق ليها يعني. بس كنت عايزه اقول حاجه قبل ما ابدا حكايه النهارده. فاكرين في الفيديو اللي انا كنت بحكي فيه عن الانفصال، قلت ان زوجي جاب لي دبله هديه بدل الدبله بتاعتي اللي ضاعت، وعمل لي عيد ميلادي في مكان اوبن اير، وكنت قلت ان هو اليوم ده ما اتحركش من البيت، وانا استغربت جدا هو الدبله دي جت امتى. الدبله دي كانت ماما جايباها لي عن طريقه، يعني هو دافع ثمنها بس ماما هي اللي خططت كل ده علشان ما نتطلقش، عشان هي كانت عارفه ان في مشاكل، وكانت عارفه ان الدنيا متلخبطه، وكان نفسها ان الدنيا تتصلح وبنتها ما تتطلقش. ودي النقطه اللي انا كنت قلت عليها ان برضو في فيديو قبل كده، ان بابا حسن صاحبه وبقى صاحبه بعد الانفصال وما فرقش معاه. فدي النقطه اللي كانت البوينت اللي انا بقول عليها، الفرق بين الاب هو كويس معايا الله يرحمه، وكان بس يعني كان كويس جدا، بس الاب حاجه واللي مش اب حاجه تانية يعني. دايما ما وجعتهوش ان بنته انفصلت. امي بقى كانت موجوعه ومش عايزانا ننفصل، وبصراحه جت وقعدت معايا عند والده واتكلمنا، وزي ما قلت لكم والده ده كان شديد جدا الله يرحمه. اتكلم معانا بطريقه فجه وغليظه، وكان صعب قوي، وعادي يعني ان ابنه يبات بره، وعادي يعني ان ابنه يبعد عني، وعادي يعني انتوا في ايه يا جماعه، انتوا ليه مكبره الموضوع كده. وساعتها والدتي قالت كلام جارح ساعتها وسابتهم ومشيت. وفي الوقت ده انا عرفت، او بعدها عرفت ان الدبله كانت ماما هي اللي جايباها. هو اللي دافع فلوسها، بس هي اللي رتبت كل ده. الموضوع مش فلوس، الموضوع الترتيب، الموضوع الاحساس ان ازاي حد
يفكر يبسط اللي قدامه. فانا حتى ساعتها قلت لكم ان انا انبسطت قوي، بالرغم ان انا كنت قبلها بيوم لاقيه تذكرتين سفر لاسكندريه في جيبه، ومع ذلك عديت الموقف وقلت يعني هو فكر فيا بالطريقه الحلوه دي وبيحاول يصلح، اذا فالدنيا ممكن تمشي. ولكن عرفت فيما بعد ان ماما هي اللي جايبه الدبله وهي اللي مخططه كل ده. نيجي بقى لموضوع الفيديو النهارده، عشان احنا قلنا ان في 2016 يوم 8/2 والدة وحماتي توفت، ويوم 2/12 حماية توفى. وكنت يعني كنت لسه جديده في صيدليه دكتوره سحر، فكان الخبر بيجيلي بسرعه. انا كنت طبعا احنا بينا شارع بين الصيدليه وبين البيت بتاعنا وبيت حماية وحماتي. طبعا وقت حماتي ومع اننا منفصلين رحنا وعزينا، ووقت حماية برضو رحنا وعزينا انا وماما. وكان يعني زي ما قلت لكم هو كان مكسور وكانت حالته سيئة، ولكن هو الحمد لله ربنا كرمه وتخطى الموضوع. جه بقى ينزل ال40 بتاع حماية، هو نزل اجازة علشان خاطر يعملوا ال40 بتاعه. نيجي بقى لحكاياتنا مع الاحلام. انا حلمت حلم قبل ما مامتي وحماية توفوا، بعد ما حماتي توفت، بس انا مش متذكراه قوي، بس معناه زي ما هو ان مامتي هتتوفى او حد هيتوفى عندنا في البيت. وبعد كده بنتي حلمت حلم ان انا فاكراه بقى ده كويس قوي، حلمت ان عندنا في بيتنا في الشقه بتاعت والدتي ان عمتها، يعني عندها عمتين، عمتها الاثنين واقفين ورا البلكونه والبلكونه مقفوله عليهم والبيت بيولع، وان بنتي كل همها في الحلم تنقذ جدها وجدتها، وان هي ما عرفتش تنقذهم. وهي مع الاسف بنتي ما حكتليش الحلم غير لما توفوا، يعني هي ما حكتليش الحلم قبلها، واحنا كمان ما كناش بناخد في بالنا، يعني احنا ما كناش بنركز مع الاحلام زمان. انا عندي الاحلام دي بادئه معايا من ايام الكليه، بس برضو ما كنتش بديها اهتمام. يعني انا من ايام الكليه كل ترم، مش كل سنه، كل ترم كنت بحلم بنتيجتي، ولما بشيل مواد كنت بنفس المواد اللي انا بحلم ان انا شلتها بشيلها. وكنت بقول بقى اضغاث احلام، او عشان عارفه ان انا مش حله كويس، او عشان انا مطمنه وما كنتش بحط في بالي. وبرده في حاجات كتيره قوي مرت عليا بسبب الاحلام دي. يعني انا وماما دينا الله يرحمها كنت حلمت بيها قبل ما تموت، ومامتي كمان كانت حلمت بيها قبل ما تموت. كنت حلمت ان في ترابيزه عندنا كانت كبيره قوي، الترابيزه اللي بناكل عليها ما كانتش ترابيزه سفره ولا حاجه، بس كانت ترابيزه كبيره قوي من بتوع زمان. وكان جدي، طبعا انا جدي متوفي من قبل ما اتولد، فاللي حلمته ان جدي نايم تحت الترابيزه وجدتي نايمه جنبه، نصها بره الترابيزه ونصها جوه الترابيزه. وساعتها برضو حكيت الحلم لماما، وطبعا يعني الحلم كان مفسر نفسه. بعدها ما فيش كام فتره بسيطه جدا ماما دينا توفت. فطبعا دي حكايتنا مع الاحلام، ودي بنتي اللي حلمت المرات. مع الاسف زي ما بقول لكم ما حكيتليش غير بعد الوفاه. المهم نرجع تاني لمرجان عشان ما اطولش عليكم. جه ابو ولادي يوم ال40، كان تقريبا خلاص يوم 12 يناير هو ال40 بتاع والده، او 11 يناير. فجه ابو ولادي يوم 10 يناير. نحكي بقى اصعب حاجه حصلت لي في حياتي، اسوأ حاجه حصلت لي في حياتي، واللي من اليوم ده اتكسر ظهري لغايه يومنا هذا، مش عارفه ارجع تاني زي ما كنت. ماما الله يرحمها كانت ودد، يعني دايما قويه، دايما شديده، دايما يعني تخيلت ان الناس كلها تموت، تخيلت، استغفر الله العظيم يا رب، يعني كان بيجي في مخيلتي ان اي حد ممكن يضيع مني الا امي. لا هي هتقعد، هي هتبقى معايا. وكنت كمان بخطط لما بنتي هتيجي تتجوز ان هي اللي هتلبسها فستان الفرح بايدها، على اساس ان هي ما عاشتش اللحظه دي معايا فتعيشها مع بنتي. فاللي حصل ان انا اليوم ده يوم 10 يناير 2017 كنت نازله الصيدليه عادي، ومن رحمه ربنا بيا ان ربنا كرمني ان انا اشتغل في صيدليه دكتوره سحر علشان خاطر ابقى جنب امي في الوقت ده، ما اجيش من حلوان وما الحقهاش او حاجه. المهم يعني ان انا كنت في الصيدليه ولقيت اخويا الصغير بيكلمني بيقول لي امك وقعت، انا مش عارفه اعمل ايه. وطبعا انا علشان خاطر انا مش الدماغ بتقف، يعني انا مفترض عارفه الاعراض الجلطه
وعارفه ايه حلها، وعارفه ممكن نلحقها بكليكزانه، نحقنه كليكزان، ولكن الدماغ وقفت تماما. جريت على البيت وطلعت لقيت ماما واقعه في الارض. والله العظيم انا افتكرتها بتمثل من كتر ما انا عارفه ان امي مش هتقع وقعه زي دي. اتحرك جزء وجزء تاني ما بيتحركش، وطبعا عشان هي ما شاء الله الله يرحمها يعني كانت قويه، هي مش قادره تتقبل ان هي وقعت، فالجزء اللي بتتحرك بيه بترفص وبتدغدغ وبتكسر. يعني هي بتتحرك جزء واحد بس، ايد ورجل واحده، فهي عماله تلوش على اي حاجه حواليها لان هي عايزه تحرك الجزء التاني اللي هو حصل له تلف. مهما وصفت ومهما قلت انا مش عارفه اوصف ان انا فعلا ما كنتش مستوعبه. كنت فعلا غريبه وردود فعلي غريبه. انا شلت مع اخويا امي حطيتها على السرير، واتصلنا ببابا كان في الشغل، بابا حسن، واتصلنا باخويا التاني برضو كان في الشغل، وقلت له هم جايين دلوقتي، وسبته ونزلت رجعت الصيدليه تاني. نفسي اعرف لغايه الان انا عملت كده ليه، بجد انا معرفش. بس انا مش مستوعبه انها جلطه، ومش مستوعبه ان ماما جرالها حاجه، ومش مستوعبه ان ماما عيانه اصلا. ف10 دقايق بالظبط ولقيت اخويا الصغير بيكلمني تاني. وطبعا هما بالنسبه لهم بابا واخواتي ان انا ما بحبش ماما، ان انا رد الفعل اللي عملته ده انه مش هاممني ان ماما اتجلطت. هما مش مستوعبين انا حصل لي ايه. الشوك اللي حصل لي في الوقت ده خلاني مش عارفه اصدق، وهقول لكم بعد كده اللي حصل يعني. ورجعت الصيدليه تاني كان فيها زميلتي، ولقيت 10 دقايق بالظبط. وطبعا انا ما كنت لما رحت اول مره رحت من غير شنطتي، من غير اي حاجه، من غير موبايل، جريت. تاني مره بقى لقيته بيتصل بيا بيقول لي بقول لك تعالي. طبعا الشبكات كانت احسن وكانت افضل من الشبكات دلوقتي. لو حد ادن جنب التليفون دلوقتي مش هيرن يعني. قال لي تعالي، انا مش عارفه اتعامل، بابا واخويا التاني لسه موجود وانا مش عارفه اتعامل. ففي المره التانيه دي جبت شنطتي وجبت موبايلي وقلت لها لا خلاص، قلت لزميلتي لا خلاص انا لا ماما تعبانه، يعني عارفه اللي هو انا ماما تعبانه، لا هي ماما تعبانه خلاص. رحت وجبنا تاكسي ونزلناها، وقلنا بقى كلمنا اخويا وبابا حسن تعالوا لنا بقى على المستشفى القبطي، احنا كده مش هينفع. خدناها وجرينا بيها على مستشفى القبطي. جهاز الاشعه المقطعيه مش شغال، الرنين مش شغال، وحاجه يعني طبعا ازمه الكوارث اللي بتحصل لنا. طب هنوديها فين دلوقتي؟ احنا مش يعني انا برضو كنت اول مره اتعرض لحاجه تقيله زي دي. انا ما فيش حد، انا بتعب ولادي بيتعبوا وبروح بيهم، بس اللي هو امي مش معرفتش، مش عارفه. طلعنا من مستشفى القبطي، طلعنا على مستشفى تانية مش عارفه افتكر، كان في مستشفى جنبنا اسمها مستشفى صدناوي، ودي برضو من التشوك اللي حصلت لاخويا. راسه الف جزمه، دي جنبنا، دي جنب بيتنا. يعني احنا لما بنوصف بيتنا بنقول بجوار مستشفى صدناوي، مش عايز يدخلها مستشفى صدناوي. انا عذراه لان هو كمان تحت تاثير صدمه، يعني مش انا واحده مصدومه انا بس. انا لما فوقنا بقى هما ما عذرونيش، انا عذرتهم لان انا استوعبت الوضع اللي احنا كنا فيه. لومنا عليه واتكلمنا معاه ليه يا عم ما دخلتهاش المستشفى. بس المهم يعني طلعنا على مستشفى الدمرداش. انا مستشفى الدمرداش ولدت فيها بنتي الكبيره. ما كانش فيها رعايه بكفايه، بس كانت نظيفه جدا لما رحتها. معرفش، انا بنتي كان عندها بتاع 10 سنين، معرفش ان في ال10 سنين دي الحمد لله ربنا معافينا ما دخلناش مستشفى الدمرداش خلال ال10 سنين دي. معرفش ان في كوارث حصلت في ال10 سنين دي. معرفش ان مدخل الباب بقى مختلف، الرعايه بقت مختلفه، كل حاجه مختلفه. قعدونا من الساعه 10:30 الصبح. طبعا انا اخويا وبابا كانوا جولنا على مستشفى القبطي وبعد كده اتحركوا معانا. قعدونا من 10:30 ل3:30 في المستشفى، قاعدين في الاستقبال. عملوا لها الاشعه المقطعيه بس. وطبعا ماما كانت في حاله لا يرثى لها، علشان خاطر زي ما قلت لكم هي بتتحرك بالجزء اللي هي عارفه تتحرك بيه، فمش ما بتثبتش على جهاز الاشعه المقطعيه. الدكتور الاخصائي مفيش مكان في الرعايه، هي محتاجه رعايه، ولقيته بيجمع الطلبه حواليه وبيشرح لهم الحاله. يا عم شوف اللي مرميه بره دي، لا هو في حته تانية خالص، هو بيشرح الحاله لانها الله اعلم تقريبا كانت حاله نادره. علشان زي ما بقول لكم ماما كانت بتتحرك جامد بالجزء اللي هي عارفه تتحرك بيه. برضو في المستشفى فكروها قبل ما تطلع نتيجه الاشعه، لغايه ما طلعت نتيجه الاشعه كان باين ان هو تلف كامل في جزء كامل في المخ، مش جلطه، سكته دماغيه. بس محدش قال لي، انا معرفتش انها سكته دماغيه غير قبل ما تموت بساعه.
فهو بقى طبعا كان لامم الطلبه حواليه وبيشرح لهم السكته الدماغيه تقريبا، لان الحاله دي نادره يعني، والله اعلم. وانا احنا عمالين نتشال وتتهبد، وطبعا اخويا الصغير كان هيكسر المستشفى وتعصب والناس كتفته وقصه كده يعني. قاموا حاطين لها كحول في مناخيرها قبل ما نعمل الاشعه المقطعيه، على اساس ان هي من كتر حركتها فاكرينها بتمثل برضو، استغفر الله العظيم. فراحوا حاطين لها كحول. يعني انا ما بفهمش، انا مصدومه، دي امي وانا مصدومه. انتوا اكيد بتفهموا، انتوا يعني اخصائيين ودكاتره وكده. المهم يعني جالنا واحد من الناس اللي هم شغالين، مفيش مكان في الرعايه، فانتوا هتودوها رعايه بفلوس في مستشفى انا يعني شبه خاصه، تقوى الاسلام، هدى الاسلام، بجد انا مش فاكره الاسم، موجوده في غمره. فيلا دي هي محتاجه رعايه، واحنا طبعا بقالنا 5 ساعات عندها جلطه محدش، او عندها سكته دماغيه. طبعا هي الاعمار بيد الله، وكده كده السكته الدماغيه ما كانتش هتتعالج بحونه. المهم يعني قمنا واخدينها بسرعه، قعدنا نستنى عربيه الاسعاف برضو، يعني هي من الساعه 2 كده ل 3 ونص استنينا عربيه اسعاف عشان تيجي تاخدها. انا اللي صممت ان عربيه اسعاف تيجي تاخدها، كانوا عايزين ينقلوها في اي حاجه، بس انا خفت ان احنا ننقلها في عربيه عاديه يكون الحركه عشانها غلط. كل ده انا معرفش ان عندها سكته دماغيه، ومعرفش ان الحاله حرجه، ومعرفش ان هي بتموت. انا قاعده بخطط ان ماما لو اتشلت لا قدر الله هاخدها معايا البيت، ما حدش له دعوه بيها، انا اللي هشيلها، وعماله اقول كده لاخواتي. وديناها مستشفى اللي هي اللي قالوا عليها، ادونا العنوان، وطبعا مستشفى خاصه، ودخلناها. راحوا لقيت طبعا كانت هي حالتها ساءت جامد. لقيت الدكتور بيقول ان هي دخلت في غيبوبه. بقول له غيبوبه ايه؟ دي كانت لسه بترفص وبتتحرك في المستشفى. قال لي لا والله هي دخلت في غيبوبه، واحنا محتاجين كذا وكذا 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 وكذا. وطبعا الادويه والحاجه كلها جريت جبتها من الصيدليه، وهم كمان طبعا في حاجات عندهم وحاجات لا. وباتت اليوم ده في المستشفى في الرعايه. قالوا لنا كلنا لازم نمشي علشان هي رعايه مركزه، وكده كده مفيش زياره، ممنوع الزياره. يوم 10 يناير كان يوم الثلاث، يوم 11 يناير كان يوم الاربع. رحنا زرناها انا وولادي، خدت ولادي ورحنا زرناها في ميعاد الزياره بتاعه الرعايه. الدبله والسلسله اللي هي كانت لابساهم، وبدات مش خايفه ان هي تتوفى، لا انا خايفه ان الموضوع يسوء، يعني الموضوع ما يبقاش شلل بس، يبقى فقدان نطق، فقدان بصر. انا خايفه من كده. لا ان شاء الله مش هيبقى كده. هو ده اللي في مخي، هو ده اللي بيدور في ذهني وفي عقلي. وعدى يوم الاربعاء رحنا الزياره، وناس كتيره بقى جت من اهالينا بقى، بدا الناس بقى تيجي من اهل بابا حسن، وبدا في ناس اللي مقيمين في القاهره، ناس قليله قوي من اهلها جم وزاروها. و يوم الاربعاء يعني انا كنت بروح الشغل وبطلع. يوم الاربعاء ده ما رحتش الشغل. يوم الخميس بقى اللي هو يوم 12 يناير رحت الشغل وطلعت من الشغل عليها. كان بقى ابو ولادي موجود بقى وراح لها، لقيته بيتصل بيا بيقول لي الرعايه في المستشفى اللي انتوا وديتوها فيها دي مش كويسه، ومامتك حالتها بتسوء جدا. صحيح نسيت اقول لكم ان هم في المستشفى الخاص دي ربطوها ايدين ورجلين، عشان هي لما كانت بتفوق من الغيبوبه كانت بتسور. فطبعا ده بالنسبه لماما هو ده يعني من طبعا برضو الامر بيد الله. فقال لي انتوا ازاي سايبينها في المستشفى دي؟ المستشفى دي مش كويسه. كان بابا حسن طلع ورق على نفقه الدوله يوديها مستشفى الوراق. من المفارقات الغريبه ان انا بنت صاحبه ماما طنط سناء بنتها شغاله في الوراق ماسكه التمريض هناك، بس في الوقت ده كانت واخده اجازه رعايه طفل. انا ما اعرفش اصلا ان هي شغاله في الوراق، انا عارفه ان هي ماسكه تمريض في المستشفى بس ما اعرفش هي فين. ما جاش في بالي خالص اكلمها، ما جاش في بالي خالص طبعا، ولا يطرأ على ذهني. وطبعا برضو الاعمار بيد الله، مفيش حاجه لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. المهم يعني ان بابا حسن عمل علاج على نفقه الدوله. انا بس بقول ليه المعلومه دي، لان احنا كان ممكن من اول يوم نشوف لها رعايه في الوراق، يعني من اول يوم في الغيبوبه كنا شفنا لها رعايه في الوراق، ما كناش وديناها المستشفى الخاصه اللي ربطوها فيها دي. المهم يعني لقيت ابو ولادي بيتصل بيا بيقول لي مامتك هتنقل الوراق، انجزي يعني وتعالي. فاللي عرفته بعد كده من اخواتي ان هو نقلوها في عربيه عاديه مش في عربيه اسعاف، وهو شالها
المستشفى مش عايزه تستقبلها، مع ان معاهم ورق ان في تحويل للمستشفى دي وان هي عندها سكته دماغيه. طبعا كله كان عارف الا انا، يعني اخواتي وانا ما نعرفش، يعني اخواتي وانا عندنا امل انها تعيش. ف... فقالوا لا دي سكته، يعني قالوا هي جلطه. فمش هو بقى حكى لي بعد كده ان هم ما كانوش مستقبلينها لان الحاله رعايه حرجه، هي في رعايه حرجه، فمش هيستقبلوها في ايه، ما هي خلاص كده، يعني هي خلاص ساعات معدوده. فهو ساعتها عمل مشكله واتخانق وكده ودخلها وقال يعني هو يا قاتل يا مقتول يعني، ودي كانت حاجه تحسب له برده، جزاه الله خير. وشالها ودخلها الرعايه، وفعلا دخلت الرعايه واستقبلوها. وانا رحت بعد الشغل ورحت زرتها يوم الخميس ودخلت المستشفى. عايزه اقول لكم الافلام اللي بيحصل في الافلام ده انا ما حسيتوش غير في وفاه امي وخالي، وهحكي لكم ساعه وفاه خالي ايه اللي حصل. دخلت المستشفى كاني مخي مش مستوعب ان انا داخله بصه مكتوب الرعايه الحرجه، انا مش مستوعبه ده، انا تايهه. ماما دخلت المستشفى، انا جبت بسبوسه وكنافه وقعدت اكل فيهم، وقمت قعدت ارقص، شغلت موسيقى وقعدت ارقص، وولادي استغربوني ايه ده ايه ده. وانا ردة الفعل كانت والله انا فعلا في حاجه، في خلل حصل لي في مخي، بس الحمد لله رب العالمين ان انا قاعده وبتكلم وكويسه. يوم المستشفى اللي انا بقول لكم ماشيه في الطرقه، كنت رايحه لوحدي لان كلهم سبقوني، ماشيه في الطرقه وببص على اللي مكتوب على الاوض ومكتوب الرعايه الحرجه، داخله مش مستوعبه ان ماما هناك، ان ماما موجوده. خلاص دخلت لقيتهم على عندها الرايل و هي في غيبوبه كامله خلاص. ده كان 12 يناير، وبرده وقت ما الزياره انتهت خرجونا بره ومشيت. يوم الجمعه انا دايما ببقى في الشغل لوحدي لان كله بيبقى اجازه، فنزلت الشغل فلقيت ابو ولادي بيكلمني بيقول لي ايه انت نازله الشغل وامك في الرعايه الحرجه؟ قلت له والله انا مكلمه صاحب الصيدليه لانه يجي يستلم مني في وقت الزياره. بصوا الدماغ. انا عايزه اقول لكم ان انا من بعد وفاه امي، انا من بعد ما وفاه امي لغايه يومنا هذا الشغل بقى وسيله لمصدر كسب الرزق، ليس اكتر من ذلك. كل اللي فات كنت بحب شغلي جدا لدرجه ان زي ما قلت لكم في فيديوهات فاتت ابو ولادي كان بيغير من شغلي. انا بدي الشغل، انا بشتغل كل حاجه في الصيدليه، دكتوره، عامله نظافه، مساعده، طلبه ادويه، رص ادويه، نواقص، اكسباير، كل حاجه. فلقيته بيقول لي ايه، قلت له والله. قال لي طيب ماشي، صلى الجمعه، هي ميعاد الزياره من 2:30 ل 3:30. صلى الجمعه ولقيته واقف لي على باب الصيدليه، يلا. قلت له حاضر يجي بس. قال لي يلا. قلت له 5 دقايق لو ما جاش هقفل وامشي. فعلا لقينا الدكتور اللي هو زوج صاحبه الصيدليه جه وقال لي يلا يا بابا عشان تروحي تشوفي والدتك. طبعا والله يعني التلات ده اللي ماما وقعت فيه، يوم الاحد ماما كانت قاعده مع الدكتوره بيتبادلوا اطراف الحديث وكانوا بيهزروا ويضحكوا. فولا انا، مش انا بس اللي مش مستوعبه، ولا اصحاب الصيدليه مستوعبين حاله امي، وانا كمان ما وصلتش الصوره لاني انا فاكراها جلطه. رحت يوم الجمعه لقيت الدكتور بيقول يا جماعه الحاله سيئه جدا. ده بقى اللي قبل ما تموت بساعه، يا جماعه الحاله سيئه جدا ومتاخره. طبعا لقيته بيقول لو عايزين تسفروها بره مصر، بس هو خلاص الامل مفقود. فانا ايه ده، عبيط ولا ايه ده، بيقول اي كلام. خرجت وقفت مع خاله بره، بعدين بقول له خاله كان عارف، بقول له يا خالو عارف يا خالو انا متخيله ايه، متخيله دلوقتي ان انا اروح البيت بتاعنا الاقي ماما بتفتح لي واللي قاعده نايمه جوه دي مش ماما، لا مش ماما، لا ماما بتفتح لي وعامله لنا الغدا ماما بتفتح لي وعامله لنا الغدا. انا اسفه يا جماعه، انا اسفه جدا. انا متخيله ان ماما بتفتح لي وعامله لنا الغدا، لا مش ماما مش جوه. لقيت خالو بيعمل ايه، بيهز راسه كده، ما فهمتش برضو هزة راسه دي ولا معناها، اللي هو يعني عيشي مع احلامك بقى. بعدين دخلت لماما تاني، هما كانوا بيدخلوا 2 عشان رعاية حرجة،
فدخلت لماما تاني وقلت لهم بصوا بعد كده دخلوا واحد واحد، يعني انا مش هخرج تاني، انا قاعده معاه لغايه ما الزياره تخلص. لقيت جسمها متلج، قمت مزعقه للتمريض دي بردانه غطوها، وهم عمالين يبصوا لي وساكتين. بقول لكم هاتوا بطانيه غطوها، راحوا ايه يعني باخدوني على قد حالي وراحوا بداوا يغطوها، وانا ببص عليها وانا بغطيها لقيت دمعه، بصوا زي الافلام بالظبط، لقيت الدمعه نازله، دمعه الفراق اللي بيقولوا عليها. والجهاز زمر اللي هو عمل الخط ده، وبعدين هما بيقولوا لي اخرجي عشان اخرجي علشان في حالة وفاة. بقول لهم مين؟ ما هم كلهم قاعدين اهو، هو كان في 8، هي ماما 8، هما كان في 7 غيرها، كان في 7 غيرها، فاللي هو ايه بقى مين بقى اللي توفى؟ ببص حواليا كده، فراح تقريبا انا كل ده انا بحاول اتذكره، بس انا تيت اللي هو بتاعت الجهاز دي انا سامعاها، بس مخي مش مترجم ان دي امي اللي توفت. فخرجت، خرجوا الناس كلها بره الرعايه، وخرجت وقعدت عادي جدا، وقاعده اللي هو والله العظيم وحياه ربنا ما مستوعبه الاستيعاب، ما فيش. انا بوصف لكم فعلا، انا كنت مهما حد حكالي ان فعلا الانسان بيبقى في حاله في حته تانية، ما كنتش هصدق غير لما عشت الموقف ده. بس فخرج ندهوا على بابا حسن، بابا حسن خرج، مش عارفه افتكر هو قال ايه، بقول الله ماما توفت، مش عارفه افتكر، انا مش عارفه افتكر خالص، بس انا لقيت قلبي بيتشد لتحت وبصرخ زي الافلام بالظبط، او لا هو ده اللي انا فاكراه، ووقعت. ابو ولادي قال لي بعد كده ان هو قال اخته كانت جت تزورها، اخته اللي هي عمه ولادي ومرات اخويا، هو قال لهم قبل ما بابا يدخل ويخرج، لان هو كان عارف، لان طبعا لما الجهاز زمر هم كلهم عرفوا، انا الوحيده اللي معرفتش، انا برضو اخواتي. ف... يعني ابو ولادي قال لمرات اخويا والاخته يشيلوني عشان انا هقعد دلوقتي، عشان هما هيخرجوا يقولوا، فانا هقعد دلوقتي، فهما فعلا شالوني. ما قدرتش استوعب بالصدمه، وكنت كل همي ان انا ما اسيبهاش، خلاص هي ماشيه، يعني هي ماشيه خلاص. بقيت كل اللي اقوله طب هي صلت اخر فرض، طب هتصلي ازاي؟ دي كانت في غيبوبه. حد اداني اذكار دعاء يا جماعه والله، بس الفيديو النهارده صعب قوي يعني. بعتذر جدا والله. ادوني بقى اللي هي الدعوه، الدعاء ده قعدت ادعيه، كنت اول مره اعرف دعاء المتوفي، ما كنتش اعرف اي حاجه. وقالوا انا من زمان وانا بخاف، يعني انا لما مدينه ماتت انا ما شفتهاش اصلا، يعني ما شفتش ان هي وهي بتتغسل، ولا شفتها وهي بتتكفن، ولا شفت اي حاجه، اي حد مات عندنا انا كنت بخاف. فقالوا مين هيدخل معاها؟ انا اول واحده، ولقيت ابو ولادي بيقول لي انت مش بتخافي؟ قلت له دي امي ماما، انا مش عايزه اسيبها. صدقوني لو قلت لكم ان انا هي كانت بتكلمني بس بروحنا، يعني انا حسيت انها بتقول لي، واحنا بنغسلها ان هي بتحبني، وان هي ما كانتش تقصد تزعلني. غسلت وشي كتير النهارده في الفيديو ده. حسيت ان هي بتقول لي تكلمني، انا شلتك في بطني 9 شهور، وانا ربيتك ورضعتك وكبرتك لوحدي، وحسيت ان كل ده هي بتقولهولي واحنا بنغسلها، يعني احنا عمالين نقول الدعاء ونغسلها وهي كانها بتكلمني بس. توفت امي وصلينا عليها في السيده نفيسه يوم الجمعه، توفت الساعه 3 تقريبا، دفنت قبل المغرب، يعني في وقت قصير قوي، حتى كنا مش فاكره احنا صلينا عليها ايه، يعني مش فاكره صلينا عليها فرض ولا لا. لكن كانت قطمه وسط جامده جدا، وتحول في حياتي جامد جدا،
ومش قادره اقول لكم انا اتكسرت ازاي بعدها. وبعد لما روحنا تعبت، ودوني المستشفى ودخلوني استقبال وقصه كده. بس لما نمت بالليل بننام وبنعيش، بس بنعيش ميتين. وبعدين بقى بعد لما نمت صحيت الساعة 5 الفجر. صحيت 5 الفجر وبرضه بنفس سحبة القلب لقيت خاله صاحي. خرجت بقول له هي ماما خلاص ما بقتش موجودة معانا، مشيت. يعني هو ده اللي حصل، ده كله ما كانش حلم. ده انا لما صحيت افتكرته حلم، يعني كان نفسي يبقى حلم، يعني انا صحيت من الحلم. فلا، ده هو كان حقيقة وماما مشيت. و يعني ان شاء الله باذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي، فيديو جديد. اسالكم الدعاء بظهر الغيب، وسامحوني على ان انا يعني بكيت. انا اسفه طبعا، حاولت كتير وما اسعفنيش، العناية خانتني وعيطت. بعتذر لكم عن النكد ده، انا مش جايه انكد عليكم طبعا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.